القصة اللي هتسمعوها حالا حدثت في مصر وتم عرضها في التلفزيون المصري وتحديدا في برنامج خلف الأسوار. سيدة مصرية كانت حامل وكانت عندها طفلة عمرها 4 سنوات، لكنها حست ان هي هتموت وقت الولادة. فوصت اخوها انها لو توفت يراعي اولادها، وبالفعل توفت بعد ما انجبت المولود الجديد. فالخال اخذ الاولاد وذهب بيهم لمنزله، لكن زوجته قالت له يا انا يا هم في البيت. فاخدهم الخال واتجه بيهم للمقابر، وفتح قبر اخته ووضع الطفله والمولود الجديد بجانب جثه اخته. ولما الطفله بدات تبكي اعطاها لعبه اسمها شخشيخه، لعبه كده بتعمل صوت عالي، وقال لها كل ما الطفل يبكي اديه اللعبه، وكل يوم هعدي عليكم الصبح واجيب لكم اكل وشرب. وبعدين اغلق القبر عليهم ومشي. تاني يوم سمع التربي او الغفير الموجود على المقابر صوت الشخشيخه، الراجل خاف وجري. تالت يوم سمع نفس الصوت فخاف وجري برضه، وفضل على كده لمده 15 يوم يخاف ويجري. وبعدين قال لواحد صاحبه انه بيسمع صوت في احد المقابر، فصاحبه قال له تعالى نفتح القبر ونشوف ايه اللي بيحصل. ولما فتحوا القبر وجدوا مفاجأة تقشعر لها الابدان، وجدوا الطفلة والمولود لسه احياء. فبسرعة بلغوا الشرطة، ولما سألوا الطفلة ايه اللي حصل قالت لهم ان خالها هو اللي احضرها هنا هي واخوها. ولما اخوها كان بيبكي كانت امي بتصحى من النوم ترضعه وتنام تاني، وكان بيجي لنا شخص لابس ابيض يحضر الطعام ويمشي. ولما الشرطه سالت الطبيب الشرعي عن حاله الجثه قال لهم ان هي لسه دافئه كانها على قيد الحياه، مش مدفونه من 20 يوم ولا حاجه. وبسرعه الشرطه القت القبض على الخال ووجهت له تهمه دفن طفلين.